السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام. كنتمنى نلقاكم الفيديو نتوما في افضل الاحوال. في هذا الفيديو غنحضر معكم الطيحال ديال البقري معمر بالكفته والروز، وغنرافق معاه واحد لاصوص ديال مطيشه، وغنحضر معكم واحد العصير ديال الخوخ كيجي رائع. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. المهم عندي هنايا الطيحال ديال البقري. المهم انا غسلته وحيدت ديك الجلده اللي كتكون الفوق. انا هنايا حلوا لي الجزر من الفوق ومن التحت، ولكن انا عاد غنفتحو من الوسط باش نعمرو مزيان باش يجيني التعمر فيه ساهل. زعما كتشوفوا تبارك الله هذا الطيحال ديال البقري تبارك الله كبير، واخا يبان لكم كبير هيدا راه ملي كيطيب كيتجمع. بالنسبه للحشوه عندي هنايا تقريبا 300 غرام ديال الكفته، الملح، ملعقه ديال البابريكا، ملعقه ديال الابزار، ملعقه ديال الكمون، وعندي هنايا شويه القزبر معدنوس مقطع، وعندي الفصوصه ديال الثوم، وعندي هنايا جوج بصلات كبار وبصله صغيره، وعندي تقريبا 2 كيسان ديال الروز بيض راه عملته يسلق. كنخلي الماء حتى يغلى وكنعمل فيهم الروز بيض مع شويه ديال الملحه. يعني هذه هي التعميره ديال الطيحه اللي غنعمل. وطبعا ما ننساش 3 ديال البيضات باش نجمع ديك الخليط. المهم اول حاجه نبدا بها هي نطحن البصله والثوم في واحد المقيله، نعمل شويه ديال الزيت، ونعمل البصله، نعمل ليها شويه ديال الملحه. المهم غنصوتي ديك البصله مزيان حتى تشحر مزيان. بعد ما تشحرت غنضيف لها ملعقه ديال الزبده. هاد الزبده هادي باش ملي نعمل الكفته كتبقى ديك الكفته كتبقى رطبه ما كتقصحش. صافي دابا غنضيف الكفته. المهم العافيه تكون مهيله. دابا غنعمل ديك التوابل كاملين. صافي دابا غنبقى ندخل ديك الكفته مع البصله حتى كيتجانسوا مع بعضيتهم. صافي دابا غنضيف قزبر ومعدنوس. المهم غنخلط المكونات مع بعضيتهم وغنغطي على المقله وغنخلي داكشي يطيب على خاطرو. المهم ها هو الطيحال. انا هنايا راه فتحته غير ملي تجيو تفتحوه يعني بشويه باش ما تقطعوهش، تخليو ديك الجلده الفوقانيه كامله مزيانه. صافي دابا ديك من بعد ما طابت لي الكفته عملت هنايا عليها الزيتون مقطع. صافي دابا غنضيف الروز من بعد ما تسلق. كنحيد منه داك الماء سخون وكنكب عليه الماء بارد باش كيشوب راسو شويه. صافي دابا غنقوم يعني بالتحريك ديالو. صافي دابا هنايا طفيت البوطه ما خليتش يعني العافيه مشعوله. ضفت 3 البيضات هما اللي كيعلكوا هاد الحشوه، يعني على حسب الكميه ديال الحشوه اللي عندكم نتوما. اذا كان كتر يعني خصكم تعملوا كميه كثيره ديال البيض. صافي دابا هنايا غنبقى نعمر الطيحال، وكل ما عمرت نحاول يعني نعمر حتى الجوانب. انا هنايا واخا عملت ملعقه خشبيه ما عرفتش نخدم بها، غنستعمل يدي. اليد الانسان كيتحكم فيه، يعني كندخلوا الحشوه ديك الجوانب الصغار. وبالنسبه للمبتدئات اللي ما يعرفوش يحلوا الطيحال، يعني الجزار اللي شريتو من عنده الطيحال كتقول له حلوا لي، فهمتي، باش كيسهل عليكم مأموريه. صافي ملي نجيو نعمرو يعني نحاولوا نعمروا الجوانب كاملين باش ما يبقى حتى شي بلاصه خاويه.
هانتوما كتشوفوا الطريقه. صافي دابا غنشبر واحد الابره، انا عقمتها يعني في البوطه ضروري، والخيط كنغسلوه وصافي. دابا غنبدا نخيط غير بشويه باش ما نقطعوش يعني ديك الجلده ديال الطيحل. صافي كنبقاو ماشيين معاه شويه بشويه حتى كنكملوه. بالنسبه للخياطه ديالو يعني راه ساهله. وواحد النصيحه بالنسبه للمبتدئات، ملي تجيو تخيطوا خيطوا ديك الخياطه يعني تكون متقاربه من بعضيتها، باش ديك الحشوه ملي تجي طيب يعني ما تخرج لناش من الجوانب. وديك الخيط يعني راه كيزول بكل سهوله، ملي كيطيب يعني الانسان كيزولو بكل سهوله، وكتبقى ديك الحشوه يعني من داخل مجموعه. واخا دابا يبان لكم الطيحان يعني هيدا كبير، مع يدخل الفران راه يتجمع وديك الحشوه.